إذا حاب تتعلم مجال جديد يجيب لك دخل إضافي فالكورس ده عشانك. الموشن جرافيك واحد من أقوى المجالات في سوق العمل والرواتب فيه مجزية جدا. في الخليج بتبدأ من 4000 ريال. هنتعلم أساسيات المجال في فيديوهات تطبيقية بسيطة تقدر تنقلك من المستوى الصفر للمستوى اللي بيخليك قادر أنه تستخرج فيديو موشن جرافيك من البرنامج بكل سهولة. كل اللي عليك تنزل برنامج الافتر افكت والإليستريتور وتبدأ من بداية الدروس عشان تقدر تستفيد من الدورة. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناة إليش، قناة متخصصة في مجال الموشن جرافيك والأنيميشن. فلو انت جديد ما تبخل علينا باللايك والاشتراك بالقناة، ولو عجبك الفيديو ما تنسى تعمل مشاركة لواحد يقدر يستفيد منه. ويلا نبدأ على الفيديو. وطيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ في الدرس الأخير إن شاء الله. طبعا أضفنا ملف الآد والاي اي والكومب والسوليد. السوليد ده طبعا بس فيه الخلفية والإضافات والموسيقى، وعندنا الكومب الرئيسي والصوت الرئيسي. الموسيقى دي ممكن نخليها معاها الصوت الرئيسي على أساس إنه نفهم الموضوع ده. طيب، هنعمل كومب تاني اسمه كده كفاية. وهندوس على أول حاجة هنخليه 20 ثانية أو 21 ثانية، وهندوس على انتر. وهنضيف عليه المشروع الرئيسي بتاعنا، وهنجيب هنا بالشيفت، وهنحدد هنا هيلزق معانا مع التايم لاين. هندوس على حرف الام من هنا وكليك يمين تريم تو ورك اريا، كده تقصى معانا المشروع. طيب، هنضيف الموسيقى زي ما قلنا هدي لها، وهندوس على الدبل ال من الكيبورد. مطاعم النيلين للأسماك الطازجة. طبعا الموسيقى هتبدأ لنا من هنا زي ما شايفين في كلام نادي من الحديد. فهندوس على الت وحرف الجيم، وهنقرب كده بالطريقة دي. طيب، هندوس على ال واحدة وندي فريم وننزل بالسهم كده فظهر لي الويف. أول حاجة هنا هنخليه -20 أو -5. -20 مناسب. هنا هيكون -50. هنشوف معانا كيف الصوت. مطاعم النيلين للأسماك الطازجة. أشهى أنواع الأسماك. طبعا لسه الصوت طلع ما ظاهر، فهنمشي قدام. قصدي انه الموسيقى هتبدأ من هنا، فعشان نظبط مكان الموسيقى نرجع كده. في البداية ده طبعا كان كله كلام يتكلم لك عن الموسيقى وكده، فهنبدأ بالموسيقى طوالي. مطاعم النيلين للأسماك الطازجة. أشهى أنواع الأسماك. زي ما شايفين برضو عالية، هنخليها سالب مثلا 27. وهنشوف. مطاعم النيلين للأسماك الطازجة. أشهى أنواع الأسماك. موقعنا في أم درمان، حي العرب، جوار نادي الحديد. توصيل مجاني وسريع لأم درمان، الخرطوم وبحري. الخط الساخن 36 53 للطلب والاستفسار. طبعا ما حيكون هنا في كي فريم غير الصوت، فهنا قبل مع النهاية هخليه مثلا -50. بالطريقة دي هنشوف الفيديو بقى كيف. مطاعم النيلين للأسماك الطازجة. أشهى أنواع الأسماك. موقعنا في أم درمان، حي العرب، جوار نادي الحديد. توصيل مجاني وسريع لأم درمان، الخرطوم وبحري. الخط الساخن 36 53 للطلب والاستفسار. مطاعم. طيب، هنضيف الساوند افكت بتاعتي. فمن ملفات العمل عندي اضافات زي ما قلنا هنا. هنضيف فولدر اسمه ساوند افكت. طيب، كلام جميل. عندنا زي ما قلنا الويف ده عبارة عن ساوند افكت. بس تمام، هنختار كل الويف من هنا. هنخلي صيغة الموف
هنشوف الفيديو بتاعنا. 50. مطاعم النيلين. طيب، بس ده كان في البداية عندنا، هنضيفه بالطريقة دي. هنشوف. مطاعم النيلين للأسماك الطازجة. مظبوط. هنوديه قدام شوية. مطاعم النيلين للأسماك أو هنخليه ورا شوية. دبل إلج. هنشوف. مطاعم النيلين للأسماك الطازجة. مظبوط، مكانه مظبوط. أشهى أنواع الأسماك. نشوف تاني الفيديو بتاعنا. نشوف الفيديو بتاعنا كان كيف. مطاعم النيلين طبعا للأسماك نفس الصوت ده عملناه. الطازجة. طبعا تاني في صوت بتاع بس ده. نحط الصوت ده لما يظهر اللوجو. نيلين للأسماك الطازجة. بس هنا هيظهر من هنا لما تظهر الحركة دي. الحركة شفتها بتاعت الموتر اللي فوق اللي في الخلفية. للأسماك الطازجة. بس مع التأثير بتاع الإضافة. للأسماك الطازجة. أشهى أنواع ونشوف. الأسماك. طيب، بس هنا نضيفه بالطريقة دي. البوب اسمها بوب. أشهى أنواع الأسماك. مش نرجع تاني نشوف. أشهى أنواع الأسماك. طيب، في الستارت ظهرت قبالة. هتصل الستارت بعدين البوب أشهى أنواع الأسماك بالطريقة دي. الطازجة. أشهى أنواع الأسماك. موقعنا طيب، نشوف تاني. في أم درمان، حي العرب، جوار نادي الحديد. هنا ممكن نكرر دي، نكررها تاني. كنترول دي نرفع لي فوق ونبدأ تاني في الحتة دي. مطاعم النيلين للأسماك الطازجة. أشهى أنواع الأسماك. موقعنا في أم درمان، حي العرب، جوار نادي الحديد. ممكن نكررها تاني أو نختار دي. دي ظريفة. حي العرب، جوار نادي الحديد. توصيل مجاني وسريع لأم درمان. ننسخ دي تاني. ممكن دي نخليها في النهاية. استفسار. ظريفة. مطاعم النيلين للأسماك الطازجة. أشهى أنواع الأسماك. موقعنا في أم درمان، حي العرب، جوار نادي الحديد. طيب، توصيل مجاني وسريع لأم درمان، الخرطوم وبحري. طيب، في حركة البوب دي نكررها هنا. دي حركة درمان، البوب دي الخرطوم وبحري. هنسخت مرتين. كنترول دي مرتين. طيب، كررت حركة البوب الخرطوم وبحري. 3 مرات. فهخليها متفرقة شوية عشان أشوف. الخرطوم وبحري. الخط الساخن. دي نقربها شوية. الخرطوم وبحري. الخط الساخن. نخليهم قريبين من بعض. الخرطوم وبحري. الخط لأم درمان، الخرطوم. طيب، هنا أصلا في الكومبي ده ما ظهرت لي في الوقت المناسب. لأم درمان، الخرطوم. طيب، هنا هتكون قريب. هنشوف. تاب وتاني تاب ونشوف. خرطوم وبحري. كده ظبطت معانا شديد. نشوف تاني. الخرطوم وبحري. الخط الساخن. لأم درمان، الخرطوم وبحري. كده الخط مظبوطة. الساخن 36. هنكرر موقعنا في أم درمان، حي دي. هنكررها. هنخليها كنترول شيفت دال ونشوف. بحري. الخط الساخن 36 53. في تاني ده. ده ظريف. هنحطه هنا. وبحري. الخط الساخن 36 53. للطلب والاستفسار. مطاعم النيلين للأسماك الطازجة. أشهى أنواع الأسماك. موقعنا في أم درمان، حي العرب، جوار نادي الحديد.
توصيل مجاني وسريع لأم درمان الخرطوم وبحري. الخط الساخن 36 53 للطلب والاستفسار. مطاعم النيلين للأسماك الطازجة، أشهى أنواع الأسماك. موقعنا في أم درمان حي العرب جوار نادي الحديد. توصيل مجاني وسريع لأم درمان الخرطوم وبحري. الخط الساخن 36 53 للطلب والاستفسار. مطاعم النيلين للأسماك الطازجة، أشهى أنواع. طيب كلام جميل كده، نحن خلصنا كل المشروع. طبعا نسيت حتة صغيرة، هنجمع كل المشاريع دي مع بعض أو كل الأصوات دي مع بعض، كنترول شيفت سي، ونسميها إيفكت بالطريقة دي. وهنعمل ال، وهنصغر أو نقلل من قيمة الأرقام، مثلا نعملها ناقص 11 أو 12 وهنشوف. مطاعم النيلين للأسماك الطازجة، أشهى أنواع الأسماك. نشوف للأسماك الطازجة، أشهى أنواع الأسماك. موقعنا في أم درمان حي العرب جوار نادي الحديد. توصيل مجاني وسريع. ممكن نخليها ناقص 6 أو ناقص 5. سريع لأم درمان الخرطوم وبحري. الخط الساخن 36 53 للطلب والاستفسار. مطاعم النيلين. مطاعم النيلين للأسماك الطازجة، أشهى أنواع الأسماك. موقعنا في أم درمان حي العرب. ممكن نخليها ناقص 7 و8. حي العرب جوار نادي الحديد. توصيل مجاني وسريع لأم درمان الخرطوم وبحري. طبعا لو الطبقة مشت معاك كده هتجيبها سريع بحرف الجيم بكل بساطة. مطاعم النيلين للأسماك الطازجة، أشهى أنواع الأسماك. زي ما شايفين الويف بتاع الصوت ماشي كده. برضه ممكن ندوس كنترول ال، موقعنا في أم. وهنا كنترول ال، هنا كنترول ال دبل ال. في أم درمان حي العرب جوار زي ما نادي. شايفين الطبقة بتاعت الصوت بتاعتنا أعلى من ديل كلهم، المفروض تكون أعلى من الثلاثة طبقات دي. الطبقة دي أقل طبقة، بعدين الفوقها دي، وبعدين في المنتصف دي. إن شاء الله في الدرس الجاي هنتعلم كيف نعمل ريندر للمشروع في الدرس الجاي إن شاء الله.